السلام عليكم. شاهد رد فعل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي عند سماعه لأول مرة القرآن الكريم صدم الملايين. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ فمكن بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صرح قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي وأدلى بتصريحات لوكالة الأنباء القطرية وقال: لقد شاهدت العديد من الأشياء الجميلة التي لم أشاهدها في حياتي هنا في قطر، فهذا المونديال هو أجمل مونديال شاركت فيه في حياتي، فأنا شاركت في العديد من المناسبات في كأس العالم من قبل، ولكن طبيعة هذا المونديال في قطر له طبيعة خاصة أن هذا المونديال يقام لأول مرة في دولة إسلامية، فطبيعة البشر هنا رائعون ولديهم سماحة مع الجنسيات الأخرى لم أشاهدها في أي دولة في حياتي، فدائما كنا نشاهد أحداث شغب كثيرة في بعض مباريات كرة القدم وخاصة في الشوارع، إلا أن هذا المونديال مونديال استثنائي. ولكن أكثر ما لفت انتباهي عندما شاهدت عامل هنا في الفندق يقرأ القرآن الكريم وبصوت جميل جدا، ولكن أنا لا أفهم ماذا يقول، فاستعنت بالمترجم الخاص للمنتخب الأرجنتيني الذي يتحدث باللغة العربية، وقلت له: قم بترجمة ما يقول هذا العامل. وسأل العامل: ماذا تقرأ؟ فقال: أنا أقرأ سورة ياسين وأنا لا أعرف ماذا يقرأ. فقلت له: اقرأ هذه السورة إلى آخرها. وعندما كان يقرأ كان المترجم يترجم لي هذه الآيات، فجسمي أشعر كثيرا، تأثرت كثيرا بهذه السورة الرائعة وبهذا الكلام الذي أسمعه لأول مرة في حياتي. القرآن الكريم به أشياء كثيرة جدا لا بد أن أتعمق فيها، ولكن بعد هذا المونديال لأنني مشغول جدا مع المنتخب الأرجنتيني للتتويج بكأس العالم، ولكن لا بد أن أراجع بعد حساباتي بعد أن أنتهي من هذا المونديال، لأن هناك أشياء كثيرة في الدين الإسلامي لا بد أن أقرأ فيها جيدا، لأن هذا الدين فيه أشياء كثيرة وكلها أشياء عظيمة. وفي النهاية عزيزي المشاهد، ما رأيك فيما قاله ليونيل ميسي؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.